سأقوم بشرح كيفية فك تشفير مودم اتصالات الجزائر وذلك بدون تلحيم ال USB، يعني تقوم باستعمال هذا الكابل اللان الذي يأتي مع المودم. كل ما عليك فعله هو تقوم بتوصيل الكابل بالمودم وتقوم بوضع شريحة يعني موبيليز أو جيزي، يعني تقوم بإدخالها في المودم. يعني بعد دخولك إلى الإعدادات سيظهر لك هذه، يعني يطلب منك هذا الكود الذي سنقوم بالبحث عنه. كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التي سأقوم بها وتكون العملية سهلة إن شاء الله. الخطوة الأولى التي تقوم بها تقوم بتحميل البرامج الموجودة أسفل الفيديو. بعد تحميل البرامج تقوم بالدخول إلى برنامج التول بوكس، ثم نقوم بعمل كونكت، ثم نقوم بالذهاب إلى API كنترول ونختار من هنا كل ما تظهر لك هذه الأيقونة تقوم بالخروج منها. نختار من هنا من API configuration، يعني نقوم بالخروج من API configuration. تختار API device mode، يعني تقوم بالخروج من هذه الأيقونة المزعجة نوعا ما. يعني تقوم بالذهاب إلى التعليمات التي سأضعها تحت الفيديو، تقوم بتعليم على هذا الخيار، تقوم بالضغط على كنترول سي، ثم بعد ذلك نقوم بالذهاب إلى write to API، نقوم بالضغط على كنترول في، يعني تظهر هنا. نقوم بالخروج ونقوم بالضغط على هذه الأيقونة write directly to API، يعني نقوم بالخروج مرة أخرى ثم نعمل yes. بعد أن تعمل yes تذهب إلى debug، يعني تظهر لك هنا أوكي، يعني لقد تمت العملية بنجاح. كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى برنامج بيوتي، نقوم بالدخول إليه ثم نضغط على تيلنت، يعني connection type تيلنت، نقوم بالضغط عليها ونقوم بكتابة IP الخاص بإعدادات المودم 192.168.8.1 ثم نعمل open. بعد أن تعمل open يعني تظهر لك على هذا الشكل. يعني بعد ذلك نقوم بالذهاب إلى ملف التعليمات، يعني الذي سأضعها أسفل الفيديو. تقوم بنسخ هذه التعليمة، تقوم بالضغط على كنترول سي من لوحة المفاتيح ثم تأتي إلى برنامج بيوتي وتقوم بالضغط على زر الفأرة الأيمن ثم نعمل اوكي، يعني تقوم بالضغط على زر الفأرة الأيمن ثم تعمل اوكي. يعني سيعطيك هذا الكود. يعني نقوم بالنص يعني بعد هذه الفاصلة كما تشاهدون، يعني من هنا نقوم بالنص حتى تبدأ الأصفار، يعني حتى هنا نقوم بالضغط على كنترول سي ثم تأتي إلى برنامج هاوي كالكوليتر، نقوم بفك الضغط عنه بالضغط على زر الفأرة الأيمن ثم نعمل اكستراكت هير. نقوم بالدخول إلى الملف ثم نقوم بالضغط على زر الفأرة الأيمن ثم نختار الخيار الثالث، يعني كما تشاهدون هنا نقوم بالضغط عليه ثم نقوم باختيار هذا الخيار الأول ثم نقوم بالضغط على ستارت بروجرام ثم يس، يعني نقوم بالخروج من هنا. كما تشاهدون هذا هو برنامج هاوي كالكوليتر، يعني نقوم بنسخ هذا الكود ونقوم بوضعه هنا. نقوم بالضغط على كنترول في ثم نذهب إلى برنامج بيوتي، يعني بعد انتهاء هذه الأصفار التي تشاهدونها هنا نقوم بنسخ هذا الكود، يعني من هنا حتى الرقم 01، يعني لن تقوم بالنسخ الرقم 01، يعني تقوم بالنسخ كما تشاهدون. نقوم بالضغط على كنترول سي ثم نذهب إلى الخانة الثانية، نقوم بالضغط على كنترول في ثم نقوم بعمل كالكوليت. كما تشاهد سيبدأ البرنامج يعني بفك تشفير الكود، يعني سيعطينا الكود الخاص بفك تشفير المودم سيظهر هنا، يعني اللوك كود، يعني سيستغرق بضع لحظات. كما تشاهدون إخواني الأعزاء لقد انتهت العملية، يعني يعطيك الكود هنا. يعني بعد أن يظهر لك الكود تقوم بنسخه، تقوم بالضغط على كنترول سي ثم تقوم بالذهاب إلى جوجل كروم، يعني تقوم بالدخول إلى إعدادات المودم، تقوم بالضغط على أدمين ثم أدمين ثم كونيكسيون ثم نضغط هكذا ونقوم بالضغط هنا ونقوم بالضغط كنترول في من لوحة المفاتيح ثم تضغط على أبليكي، يعني سيظهر لك واجهة المودم يعني بشكل عادي وتكون قد تمت العملية بنجاح إن شاء الله. كما تشاهدون يقوم بتحميل الصفحة. كما تشاهدون لقد تمت العملية بنجاح. اشتغل على شريحة موبيليز على مودم اتصالات الجزائر.
يعني كما تشاهدون لقد تمت العملية بنجاح. كل ما عليك فعله أخي العزيز يعني تقوم بالضغط على لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ليصلك كل جديد، ودمتم في رعاية الله وحفظه.